انا لو حلفتلكوا ان في دكاترة لحد النهاردة لسه مش بتفهم، وطبعا مش عنصرية ولا حاجة خالص ولا الكلام ده، بس بجد اغلبية الدكاترة الستات، اغلبيتهم مش بقول كلهم، بجد بحس ان 3/4 مش بيفقهوا شيء بجد. يعني انا حصل لي حاجة كده كبيرة جدا في حياتي بسبب دكتورة، يعني مش عارفة اقول عليها ايه. تعالوا بس كده الأول نبدأ مع بعض الروتين بفطار المصري الأصيل، اللي كلنا لا نقدر نستغنى عنه، وطبعا بعدها القولون بيتعبنا. هنعمل كده مع بعض كام حاجة النهاردة، هنغير الليفنج، هنجدد فيه كام حاجة. يعني روتيننا بسيط خالص النهاردة من الفطار بس كده، بعد كده تغيير وحاجات بسيطة خالص. شوفوا بقى كده وقولوا لي رأيكم. تعالوا بقى أقول لكم إيه اللي حصل لي. اول حاجة، من حوالي الكلام ده من سنة، حصل لي من سنة زي الايام دي. رحت كنت بشتكي من وجع في فم المعدة، وجع شديد جدا 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 جدا. اول مره يجيلي، انا عمري ما معدتي دي في حياتي تعبتني اصلا، فاول مره الوجع ده يجيلي، ووجع بقى مش قادره اقول لكم، وجع صعب جدا. المهم جدا قلت ايه، فتره وهيروح، يعني يمكن وجع عادي مثلا او كده. المهم الوجع فضل مازال مستمر مازال مستمر، ووجع صعب. فقلت لا، انا ايه، خلاص كده انا لازم اروح اكشف. طبعا يعني انا حكايتي مع الدكاتره صعبه جدا، فالمهم ان انا ما رحتش كشفت. فالوجع ابتدى يزيد، وبقى بدال ما بقى في فم المعده بس، بقى في ضلوع ظهري. عارفين الجزء بتاع الضلوع بتاعت الظهر اللي ورا دي، بقى الوجع بيسمع فيها وجع يا جماعه، مميت مميت. المهم لا، قلت كده الموضوع مش طبيعي، انا لازم ايه، اروح اكشف. رحت كشفت عند دكتوره. انا كنت عامله عمليه قبل كده، عمليه كبيره بحكي لكم قصتها بعدين. فقلت لها انا كنت عامله كذا، ولسه والده بنتي كان عندها 3 شهور او 4 شهور، او لا يا ربي، كان يعني الالم ده ابتدى يجيلي وهي عندها كان 4 شهور او 5 شهور. ما كشفتش غير وهي بنتي كان عندها متهيألي سنه. فالمهم راحت قالت لا، او اقل من سنه كمان. راحت قالت لي ده بسبب الرضاعه وضعف، وانتي اعملي تحاليل. عملت تحاليل، قالت لي انت عندك نقص في الحديد وانيميا والكلام ده كله. فالوجع ده اما يجي ادهني عليه مرهم. انا عمري ما شفت حد في الدنيا دي كلها يقول ان انا احط مرهم على وجع بيجيلي ببطني، دي حاجه جديده. فيعني بصراحة ما حسيتهاش كده، حسيت اني لا. خدت بعضي ومشيت، وخدت العلاج اللي هي كتبتهولي، كانت فيتامينات وكده. قلت عادي فيتامينات مش هتضر. وبعد كده بعد فترة الوجع بقى قلب معايا، بقى وجع بترجيع، ممكن ترجيع شديد جدا. ما بقدرش اكل، ممكن مثلا ارجع 3-4 مرات في الاسبوع. انا بقول لكم المدة والكم مرة عشان هتعرفوا ليه دلوقتي. بقيت ارجع 3 مرات مثلا في الاسبوع، والوجع كل شويه يجيلي، ما بقدرش اكل كويس، بتعب جدا كده. في يوم كنت نزلت، كلت سينابون، انا مش ناسيه اليوم ده ابدا. اليوم ده كنت مع اصحابي وكلنا سينابون. انا كلت سينابون من هنا وعينك ما تشوف الا النور. انا روحت البيت، يعني ابتدى بقى الترجيع معايا. يعني مثلا ممكن ايه، مرتين في اليوم، مرة كل يومين كده، بقى حاجة كده كأنها مستمرة. في اليوم ده انا قلت خلاص، انا كده في حاجة غلط، لان في اليوم ده انا في اقل من ساعتين او 3 ساعات مرجعة حوالي 5 مرات، وانا كل اللي كلته كان سينابون. يعني ايه ده، في ايه؟ فقلت لا، كده في حاجة غلط. في نفس اليوم رحت للدكتور، حكيت له على الاعراض. قال لي مين الدكتورة اللي قالت لك كده؟ فقلت ذكرت له هي مين يعني وكده. قال لي طيب بصي، كل الاعراض بتاعتك دي اعراض مراره، لازم تروحي تعملي سونار ونشوف اعراض المراره فيها ايه، لان هي 1000000% مراره. كل الالم اللي انت بتتكلمي فيه ده معناه مراره من غير نقاش. المهم فعلا عملت سونار، طلع ان انا عندي حصوتين على المراره كبار، مش عارفه 7 ملي او مش عارفه 7 كام، يعني هي كانت 7.1 حاجه زي كده، 7 ملي. ماشي. وفي التهاب، عامله لي قرحه، ومعدتي يعني متدمره. فساعتها رجعت تاني للدكتور، فقال لي انت لو كانت قالت لك من وقتها كنت ظبطت اكلك وما كانش هيحصل كل ده. المهم قال لي اول ما شاف بقى الاشعه، قال لي بصي انت لازم بسرعه تروحي لدكتور جراحه عامه عشان احتمال تعملي المرارة. بس حاولي في أسرع وقت عشان خاطر ايه، الحصوات دي ما تتحركش وتنزل في القناة المرارية والكلام ده. الكلام ده كان يوم السبت. أنا رحت للدكتور يوم الحد،
عايزة اقول لكم يا جماعة، والله العظيم في الليلة دي انا الحصوات بقى اتحركت، انا معرفش انها اتحركت، بس مش بشرب مش باكل، ألم مميت بطريقة صعبة، انا بموت بتألم. رحت لدكتور الجراحة، اول ما شاف وشي بصلي كده قال لي اعملي لي انزيمات كبد حالا، واداني تحاليل كتير كده اعملها. قال لي انت احتمال كبير قوي ان الحصوات اتنقلت في القناة المرارية وسدتها، لازم تعملي منظار الاول وتركبي دعامة عشان تعرفي تعملي المرارة. قلت استغفر الله العظيم يا رب. رحت فعلا عملت المنظار. آه المنظار ده بيبقى منظار من الفم، حاجة صعبة جدا يعني، يمكن ما فيهاش فتح ولا الكلام ده، بس المنظار صعب جدا. المهم شالوا لي الحصوات دي اللي نزلت في القناة المرارية، لان انا كنتش بقى باكل، انا كنت برجع باستمرار يعني، على طول لو شربت مية برجع، حاجة صعبة قوي. المهم شلت الحصوة دي وركب لي دعامة بالمنظار برضو وكده، وقال لي بعد شهر اعمل المرارة دي. المهم طبعا طول الشهر ده ولا الشهر ونص اللي هو لازم يبقى فيه مدة بين المرارة وبين المنظار، طول الفترة دي كلها انا قعدت بتألم ألم. المرارة لسه برضو تعبها لان هي عاملة لي قرحة، مش بعرف اكل ولا بشرب، مش قادرة ولا قادرة اكل مسبك ولا قادرة اكل حتى مسلوق، مش قادرة اكل اي حاجة، مش قادرة اشرب مية اصلا. وبالفعل رحت المستشفى، عملت عملية المرارة. عايزة اقول لكم ان عملية المرارة يعني الحمد لله هي سهلة، مفيش حاجة سهلة، هي مميتة بس يعني مش عملية بترقد الواحد، يعني ممكن اخركم مثلا فترة صغيرة في التعافي، لان انا كنت عاملة عملية قبلها كنت قاعدة 3-4 شهور في السرير ما بتحركش، فعشان كده انا بقول لكم دي سهلة يمكن بالنسبة لي يعني. فانا كنت عملتها بالمنظار، مش جراحة، عشان خاطر جراحة دي هتبقى فتح كبير، لكن المنظار حاجة قليلة شوية. عملتها، المفروض كنت اطلع تاني يوم، ما طلعتش لاني الدكتور شاف حاجة في الدرنقة فقال لي لا لازم استنى. قعدت ساعتها كذا يوم في المستشفى وكده يعني. فالملخص من الحكاية دي كلها اني ليه دكتورة تبقى المفروض دكتورة متعلمة فاهمة، انا بلجأ لك عشان انتي تخصص ده ودرسة ده وحاجة فاهمة. ليه ما فيش امانة او ما فيش خبرة؟ ما عندكيش خبرة اقعدي في البيت، يا اما تكتسبي خبرة. يعني انا على فكرة انا مع ان الست تشتغل وتبني كيانها وكل حاجة، بس مش على حساب الناس. يعني هي لو كانت قالت لي من البداية ان انا دي اعراض مرارة كنت انا هاخد بالي، ده اولا. ما كنتش هلخبط في اكلي، كنت على الاقل خدت علاج وحاجات تخليني ابقى مرتاحة، ما بقاش تعبانة واتبهدل البهدلة اللي انا شفتها دي. فنصيحة مني ليكو، حسيتوا كلام الدكتورة مش سليم 100%، حسيتوا ان هي لا انا قلقان من الدكتورة دي، بصوا من غير ما تفكروا روحوا على طول غيروا الدكتور او الدكتور ايا كان. في دكاترة برضو رجالة على فكرة، مش 100، انا مش بقول ستات بس بحس ان اغلب الستات كده. فاي تعب، اي اعراض تعب، حاجة انتوا حاسين بيها مش مظبوطة، رحتوا عند دكتور الكلام ده كله ما حسيتوش ان انتوا كويسين، خلاص الموضوع انتهى، على طول تغيروا الدكتور. عايزه اقول لكم انا مريت بفترات صعبة جدا 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 في موضوع العمليات ده، وقصص كتير قوي قوي بسبب اهمالي، وانا كل ده اصلا انا سني صغير، انا لسه عندي 30 سنة، مش اللي هو يعني حد كبير، فاهمين قصدي؟ فالحمد لله، وادعوا لي بالشفاء وخدوا بالكم من نفسكم.